قولوا لي عطينا ريبورت دابا نمشيو نبيتو اللي كانت جالها من فورتونايت الله يرحمك الوالدين. السلام عليكم. في هذا الفيديو بغيت نقول لكم فين وصلت القضيه ديالي انا وداك خونا اللي قجني في امريكا، لحيت كيوصلوني بزاف ديال الميساجات وكلشي باغي يعرف واش خونا مشى للحبس ولا لا. المهم الخوت خاصكم تعرفوا ان القضيه وصلت للمحكمه، لحيت خونا ارتكب جريمه محاوله قتل، وفي امريكا راه كيعاقب على القانون ب5 سنين ديال الحبس. وفي امريكا الخوت الا مشى دخل شي واحد للحبس على قبل محاوله قتل راه حياته مشات، لحيت عمر شي واحد غيبغي يخدمو الا الخدم بالكاش. وانا متاكد الخوت كون كنت امريكاني ولا عندي شي جنسيه اخرى اقسم بالله ما غيقدر يحط يدو عليا، ولكن لقاني مغربي وراكم عارفين المغاربه كيسامحوا، خصوصا الا جاو عندك بزاف ديال الناس ولا جاو عندك والديه وعائلته وطلبوك راه غادي تسامح مع داك مغربي. المهم الخوت الوالده ديالي هي اللي طلباتني انني نسمح ليه، قالت لي بان المسامح كريم وقالت لي خليه منه لمولاه. وانتم عارفين الخوت الوالدين الا قالوا لك شي حاجه غير دير. يعني الخوت انني انا غادي نتنازل على القضيه حاليا وغنسمح ليه، ولكن غندير ليه ريستريكشد اوردر. هاد ريستريكشد اوردر انك ما عمرو يبقى يعيط لك ولا يهضر معاك ولا يدور بالساحه اللي انت. ومن هاد الشيء الخوت اللي طرا ليا تعلمت انني ما عمري نلعب كره مع شي واحد اللي ما كنعرفوش، لحيت اغلبيه الخوت ديال المغاربه مش كيلعبوا باش يعرقوا ولا روح رياضيه، كيلعبوا باش يربحوا، بحال لاعبين على شامبيونز ليغ ولا على كاس العالم. خوت اش بان لكم في هذا القرار اللي اتخذت؟ واش قرار مزيان ولا درت اكبر خطا في حياتي؟ يلا نشوفكم اخوت في شي فيديو اخر ان شاء الله.